انت خسارتك من المغرب في مباراه البرونزيه نتيجه 6-0 صدمت ناس كتيره جدا، لكن وصول المغرب مباراه الثالث والرابع على مستوى الاولمبياد وحصولها على البرونزيه مش صدفه. وصولك انت لمربع الذهب الاولمبياد صدفه. ده طبعا كلنا متفقين فيه، حتى لو انا ما قلتلكش الاسباب فانت مقتنع بيه. لكن انا هقول لك بقى الاسباب واسباب وصول المغرب للمكان اللي هي حطاه على مستوى العالمي وعلى مستوى الافريقي دلوقتي. المغرب في 2007 كانت على مستوى الساحه الافريقيه والساحه العالميه مش موجوده يعتبر، تمام، تقريبا بطوله واحده على مستوى افريقيا، وتقريبا لحد دلوقتي هي بطوله واحده، لكن في يعني ايه تطور في حاجه احنا شايفينها ولامسينها على ارض الواقع. وصولها في 2022 رابع العالم، انجاز متوقع ان هو مش هيحصل تاني على المستوى الافريقي، باستثناء ممكن المغرب، نفس المنتخب هو اللي ممكن يعملها بعد كده، بل ممكن يتفوق على نفسه. في 2007 الملك محمد السادس ملك المغرب قرر ان هو ينشأ اكاديمية اسمها اكاديمية محمد السادس لتطوير الكرة في المغرب، تمام. حط ميزانية 17 تقريبا ونص مليون دولار، تمام، واداها لمقاولة او اداها للدولة او ايا كان الهيئات اللي هتنفذ. انا عايز انفذ منشأ مطلوب منه 1 2 3 علشان انا محتاج تارجت معين اوصل له. انا محتاج اطور الكوره، محتاج اطلع لعيبه، والبلان اللي انا حاطه 1 2 3 4. عايز اطلع كميه ناشئين كتيره بره في الخارج يكتسبوا خبرات كبيره. المعدات التاهيليه للعيبه في اوروبا مختلفه عن المغرب، يعني تكاد تكون اضعاف المغرب. فانا عايز اطلع لعيبه تساعدني لبعد 10 15 سنه ان انا على المستوى العالمي اوصل رابع عالم او ثالث او ثاني او اول او اعمل انجاز، تمام. ممكن الانجاز اللي هو حاطه ساعتها ان انا اخد بطوله افريقيا، وان انا ممكن يعني اقرب لمنتخب مصر اللي هو كان في وقتها في 2007 عنده تقريبا خمسة افريقيا، تمام. في 2010 الاكاديميه محمد خامس افتتحت، تمام. انت بقى تعال شوف نفسك في 2007 انت واخد 5 كاس افريقيا، كالاعلى على مستوى افريقيا تقريبا بالتساوي ممكن مع الكاميرون او غانا، او ساعتها كنا احنا متفوقين. هل انت بنيت على وجودك في المكانه دي وطورت وشفت وغشيت من المغرب او غشيت من انديه من منتخبات تانية او هيئات تانية على مستوى على مستوى منتخبات اخرى على مستوى دول تانية عشان تطور من الكرة في عندك في مصر؟ لا، انت فضلت زي ما انت. وصولك لخامس افريقيا قلت انجاز، وقلت انجاز كبير جدا للاتحاد الكوره. سيف زاهر او ابو سيف زاهر تقريبا وسمير زاهر تقريبا والمعلم حسن شحاته والانجازات اللي احنا عاملينها، وفي جيل مبشر وعندنا اسماء عملاقه. بس لو بصيت على اللي احنا وصلنا في 2006 من كلام الناس كلها، انت واصله برضه على مستوى الصدفه. القيادة الفنية لمنتخب مصر في 2006 كانت بقيادة المعلم حسن شحاتة اللي هو كان ماسك منتخب الشباب في 2003. كان موجود معاه اسماء زي عماد متعب، اسماء عبد ربه، احمد فتحي، محمد شوقي. المدرب العام بتاعه كان او المدرب العام بالمدرب المساعد بمدرب حراس المرمى كانوا يعني ايه مجموعه فنيه كده واداره فنيه كانت موجوده في كاس العالم للشباب 2001 اللي احنا خدنا فيه ثالث العالم، او خدنا فيه ثالث كاس عالم للشباب، تمام. كان موجود برضو معاه اسماء ساعدت او اتحطت مع الاسماء اللي موجوده في 2003 وكملوا بعض مع حسن شحاته. والاسماء دي كانت موجود فيها اسم زي محمد اليماني، يكاد يكون هو كان ممكن يتخطى محمد صلاح دلوقتي، لكن التوفيق ربنا طبعا ده اهم حاجه، ورزقك ممكن انت تسعى ورزقك مش مكتوب لك في الحته اللي انت سعيد فيها دي. وده اللهم الاعتراض دي طبعا حاجه بيد ربنا، ربنا ليه حكمه فيها. محمد اليماني كان على كده ان هو يروح ليوفنتوس، حصل له حادثه، فاحنا اعتبر يعني ايه ما اكتسبناش وما خدناش التطور الطبيعي لمحمد اليماني على مستوى الكوره في مصر. بس ده حكمه ربنا اللهم لا اعتراض طبعا. فتيجي بقى تبص بقى لمنتخب المغرب، هنرجع تاني نتكلم. 2010 افتتح الاكاديميه محمد السادس. 2010 اللعيبه اللي طلعت وراحت اوروبا واللي طورتها على المستوى الطبيعي وطورت الموهبه بتاعتها وعملت لها مشروع معين وبروجكت معين وعملت لها تأسيس معين بمعدات بدنية وسوقتهم بطريقة كويسة جدا على المستوى الأوروبي. جم في 2022 اللعيبة دي ساعدتك إنها تاخد رابع عالم. هقول لك بالأسماء: يوسف نصير من خريج أكاديمية محمد السادس، عز الدين أناحي اللي لويس إنريكي كان بالنسبة له إناحي ده كان حاجة تقيلة جدا، رغم إنه أناحي كقوة بدنية قليل، وكان بيلعب قدام عتاولة وسط الملعب في العالم، بدري، جافي، تقريبا بوسكاتس في الوقت ده، وهيمن على وسط ملعب المباراة، وكان من افضل لعيبه المباراه، لدرجه ان المدرب بقيمه لويس انريكي من المدربين المخضرمين جدا اتكلم عنه. وناحي بعد البطوله راح مارسيليا، تمام.
شوف برضو لعيبه تانية، لعيبه لسه برضو مش على الساحه وما اتذكرتش قوي بس هتتذكر مع الوقت. نايف اكارد برضو لاعب المدافع لوست هام، هو من خريج اكاديميه محمد السادس، ونسبه ان هو انك هتوصل مع الوقت اكتر واكتر. تطوير المنتخبات على المستوى الاولمبي وعلى مستوى الشباب ده برضه موجوده. وحته اكاديميه محمد السادس ده بند من البنود اللي شغال فيها، اللي شغال عليها المغرب. في بنود تانية شغال فيها زي مزدوج الجنسية، بيحاول يشوف اللعيبة التقال المزدوجة الجنسية اللي واصلين أصلا للتارجت اللي أنت عايزه من غير ما أنت تطورهم على مستوى الأكاديمية. زائد اللي أنت بتطوره بتحاول تدور على ناس متطورة جاهزة، أنت يا دوبك بتجتهد عليهم شوية، 10 أو 5 أو أكتر من 10 لعيبة بتحاول تشوفهم حد يرضى يمثل منتخب المغرب. هتوصل منهم من 5 أو أقل من كده شوية، بس في الآخر هتوصل لمستوى لعيبة كويس. زي مين؟ ابراهيم دياز لاعب ريال مدريد دلوقتي، تمام. فاللي وصلوا المغرب على مستوى الاولمبياد ده امر طبيعي من خلال تخطيطهم، توفيق ربنا في الاول طبعا ده كله. انما انت مفيش اي حاجه خالص، حتى انت ما بتغشش من المستوى الثاني، انت وصولك بيبقى يكاد يكون بالصدفه، اللي هو المفاجاه. يعني لو جاز المعنى، يعني انا قصدي بالصدفه هو هنا المفاجاه، انت بتوصل بالمفاجاه بدون تخطيط. هل كلامنا هينفع؟ هل كلامنا مثلا هنقول ده في حاجة هتحصل؟ ولا أي حاجة، ولا أي حاجة، طالما الأفكار زي هي، طالما اللي موجودين على مستوى الكرة في مصر هم نفس الأشخاص اللي لو في حد بيجي بيروح ماشيين برتم معين على مستوى المدربين، مفيش تخطيط. ميكيلي جاي ممكن نقول بالصدفة برضه، حاسس متحارب على المستوى. لما ميكيلي مسك المدرب الوطني كله كان بيقول لك ليه ميكيلي؟ احنا عرضنا على ايمن الرمادي واحمد سامي والجماعه دول قبل ما اتعرض لميكيلي، الناس دي رفضت عشان المرتبات بتاعه المنتخب الاولمبي اقل. فتخيل لو الناس دي كانت وافقت كنت ممكن تخسر ميكيلي. هل ميكيلي حد عارف ان ميكيلي بعد بطوله اولمبياد، بعد الانجاز اللي عمله ده، رغم ان احنا خسرتنا 6-0 لكن مش كبير، لانك انت خسرت في كاس عالم الشباب 2001 مع شوقي غريب اللي خد ثالث عالم في دور مجموعات من الارجنتين 7-1. فما يعني ما تنخدعش كده من نتيجه مباراه. انت وصلت في الاخر لرابع اولمبياد بجيل مبشر باسماء كويسه، وفي الاخر التارجت اللي انت عايزه تطلع من الاسماء دي لعيبه على مستوى منتخب مصر. هل حسام حسن هيغش من اللعيبه دي في المعسكر الجاي؟ ونشوف عمر فايد، نشوف كريم الدبيس، نشوف احمد عيد، نشوف محمد شحاته، نشوف صابر، نشوف كوكا، نشوف اسامه فيصل، نشوف ابراهيم عادل. هل ممكن نشوف اللعيبه دي بنسبه كبيره منهم؟ ممكن نقول الاسماء كلها كمان. اتمنى لسه المستقبل ما جاش، اتمنى نشوف الكلام ده. اتمنى حسام حسن يغش من ميكيلي من الاخر، ويغش من اللي حصل حسن شحاته. واتمنى برضو من الاداره في مصر تغش من اللي حصل في 2006، ويبقى عارفين ميكيلي بعد الاولمبياد دي هيروح فين. هيكون مصيره زي مدرب اسبانيا بعد كاس عالم او بعد اولمبياد مع اسبانيا يمسك المنتخب على مستوى اليورو، ياخد اليورو، ونشوف بعد كده ميكيلي في المنتخب الاول. ولا الكلام ده يعني مش هيحصل.